السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد الإيد. النهاردة احنا هنعمل حاجة بسيطة، هنعمل حمص الشام أو الحلبسة بطريقة العربيات بتاع الكورنيش. الطريقة دي جايبينها من حد من بتاع الكورنيش وطريقة سهلة طبعا. زي ما احنا شايفين طبعا حمص الشام حلو جدا ومفيد وبيدفي في الشتاء، وأغلب الناس بيعملوه في الشتاء. المقادير معانا: هنجيب حمص شام على قد بقى زي ما انت عايز، ربع كيلو، نص كيلو، اللي معايا ده ربع كيلو، وطماطم معصوره ومتصفيه كويس، وهنجيب 3 4 فصوص توم ما نكترش، ومعلقتين صلصه، وبصل اختياري. طبعا انا بحب البصل معاه، هي بصل اختياري. اول حاجه هنعملها هنجيب حمص الشام وهننزل في حله على النار، هننزل بالكميه بتاعتنا، ده ربع كيلو. وبعد كده هننزل بالطماطم بتاعتنا